في العصر اليوناني والروماني والعصر المتأخر ظهرت لينا حاجة ما كانتش موجودة في الحضارة المصرية القديمة من أول ما طلعت. إيه هي؟ التمائم والرموز المصرية القديمة اللي كانت بتتحط على المومياوات تحولت إلى رقائق من الذهب بعد ما كانت بتتعمل من الفيانس أو من الحجارة أو من الذهب، أحجار كريمة على حسب كل ميت وقدرته على الدفع، لأن مش كل الناس عندهم نفس القدرة. فالمصري القديم علشان يواظب العصر اللي هو بقى فيه، ما بقاش في حد بيصنع بطريقة حلوة. الذهب بقى مرطرط قوي مش زي الأول كان الذهب في خزينة الملك وخزينة الدولة، لكن مع العصر الدولة المتأخرة والعصر اليوناني والروماني بقى في ذهب موجود في السوق بكثرة، خلى الشغل يقترب بس ما فيش صنعة بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتم شايفين عين أوجات، وجيت، سكر، حورس، كلهم مصنوعين من رقائق الذهب. فلما تشوفوا المنظر ده اعرفوا ان العصر ده عصر متأخر او عصر يوناني وروماني، وكانوا بيتحطوا على الموميا علشان يؤدوا الغرض الديني بتاعهم.